السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم هاد السلطة أو سلطة الروسة، كل واحد كيفاش كيسميها على حسب المنطقة، اللي كتجي يا سلام شكلا ومذاقا روعة. تقدروا تعملوها ترافقوا بها الأطباق الرئيسية، أو لا هي نفسها الطبق الرئيسي للعشاء الغداء. خفيف صراحة. جربوها وتفكروني. شوف كيفاش كتجي، شوف بعد ما قطعتها كيفاش كتجي، يعني كتجي ما نقولكمش. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. في طنجرة غادي نعمل الماء، وغادي نعمل الملح، ومن بعد ما يغلي الماء غادي نزيد عليه بطاطا كتبقى على حساب عدد الاشخاص. انا هنايا عملت اربعة، عفوا خمسة كبارين. صافي، كنخليها تغلي. بعد ما كتغلي صافي كنصفيها وكنعملها في الاناء، وكنعملها في واحد الاناء، كنبزطها مزيان حتى ما كيبقاش، ما كتبقى حتى وحده صحيحه، كاملين كيتبزطوا. ما كنعمل لا شي ملحه، لحقاش عملتها في الماء. صافي هنايا بلا ما نزيد نعمل الملحه. صافي من بعد ما كنبسطها مزيان كنعمل واحد الورق ديال الفرن، وكن نبسطها هيدايا بحال اللي كتشوفوا على هاد الورق ديال الفرن. ممكن تعملوها بالسباتولا بحال اللي عملت انا، او لا ممكن تعملوا بطاطا وتعملوا عليها البابي الاخر ديال الفرن، ودوزوا عليها الدلاك وتطلقوها بالدلاك. تطلقوها غير بشويه باش ما تجيكمش غليظه وما تجيكمش رقيقه. انا خدمتها غير بسباتولا، ولكن بالدلاك احسن باش ما تعذبكمش. بسباتولا كتعذب شويه، ولكن كل واحد الطريقه اللي جاتو سهله يعملها، بالطريقه اللي جاتو سهله يعملها. المهم انا هنايا بحال اللي كتشوفوا كنقد كاع هاد الجناب هادو، وكنحاول تجيني معوطه، ما تجيش يمشي جهه غليظه ومشي جهه رقيقه. صافي من بعد ما بزطتها خليتها على جنب، دوزت في واحد الطنجره، عملت شويه د الملحه وشويه د الزيت، عفوا الملحه والماء. وغادي نعمل هاد الخضره. انا هنايا ما عنديش شي طريه، عندي غير مثلجه. صراحه هنا هذه فيها بطاطا، ومن الاحسن ما تعملوش بطاطا. انا كان خصني غير خيزو والجلبانه واللوبيا خضراء، ولكن ما عنديش. جات هذه اللي مثلجه فيها حتى بطاطا كتجيها مجريه، شفتوا بحال اللي خرجت لي جاريه. وكتخسرنا السلطه ديالنا، الروجو ديال السلطه ديالنا. المهم انا واخا هيداك قضيت بيها. هنايا عملتها، صفيتها وعملتها، وزدت عليها جوج ديال ليطان ديال التون. زدت عليها جوج ديال ليطان ديال التون، وزدت عليها واحد لاطه ديال المايس او لا الذره. زدت عليها هذيك المايس ولا الذره غير وحده، والتون جوج. صافي، وداك ساعتك كنزيد عليها البيضه البنات، غليته حتى هو، وثلاثه غنحتاج. وكنحيد له ديك الراس ديالو اللي وريت لكم، احتفظت به للتزيين الاخر للتزيين، غنخليه نزين به. هنايا صافي جبرت ديك البيضه من بعد ما حيت لها ديك الرويز، كنحكها مزيان. وغادي نجيب عاوتاني وغادي نحكها طوطال هنايا في العماره حتى جيت جوج. حتى هذه حيت لها الراس ديالها بحال اللي وريت لكم. صافي هنايا احتاجيت جوج، عملت جوج، وحده احتفظت بها للتزيين. صافي، وعملت شويه ديال الملح، وعملت جوج كوتشارات ديال مايونيزا ولا المايونيز. صافي، وغادي نخلط الخليط كامل. شفتوا كيفاش جاني شويه جاريه البنات. نهار ما كتعملوا شي فيها بطاطا كتجي شابره، يعني كيجي غير الجلبانه وخيزو ولوبيا خضراء، كتجي ناشفه، كتجي يابس، ساعه ما كتجيش هيداك جاريه. وهكا خصها تكون باش ما تجري لكمش بطاطا، البطاطا باش ما تجري لكمش هاد الفراشه ديال البطاطا. وصافي عمرت بيها. انا بحال اللي قلت لكم قضيت وصافي بداكشي اللي كاين. صافي كنعمل ديك العماره في الوسط، وكنلوي الرولو ديالي. صافي من بعد ما لويته كتلويه مزيان، يشبر راسو دغيا، كيشبر راسو عفوا. ساهله، ساهل زعما، ماشي زعما تقول صعيب ولا شي حاجه ما كيتلواش ولا شي حاجه، دغيا دغيا. صافي من بعد ما لويته عملت عليه واحد الكوتشاره د مايونيز، ودوزتها غير بالكوتشاره باش كيبقاو ديك الخطوط، ما كتغطيهاش كامله، كتبقى شويه كتبان. وصافي، وشبرت واحد البيضه بحال اللي قلت لكم، ديك البيضه الاخريه اللي بقات لي زينت بها، حكيتها هايده، زينت بها، عملت التزيين. وهادو هما داك الريوز ديال البيضه اللي كنت قطعت في الاول، قلت لكم غنحتفظ به للتزيين. والزيتون كذلك حتى هو قطعته هكا بحال البيض، وكنعمل الطرف ديال البيضه وكنعمل فوق منها طرف ديال الزيتونه.
صافي التزيين جد بسيط صراحة بحال اللي كتشوفوا، ما اللي التزيين كيبقى اختياري، كل واحد يزين بالطريقة اللي عجباتو. وهذا هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما وجد في الطبق ديال التقديم. انا قدمته على هاد الطريقه هذه مع شويه د الخس او ليتشوغا، وكيجي مزيون بحال اللي قلت لكم، سواء مرافق للاطباق ولا هو كطبق رئيسي كيجي مزيون. المهم حتى هنا كيكون وصل نهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالتشجيعات ديالكم، وشكرا بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وهنايا ما بقى لي نقول لكم غير دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.